نحن نؤمن بوجود الجنة والنار الآن، أنهما مخلوقتان لا تفنيان، نؤمن ونعلم كثيرا من ألوان النعيم التي أعدها الله للمتقين في الجنة، هذا نعلمه. هل أفاد ذلك شوقا ونزوعا في القلب يدعو البدن إلى بذل الجهد لتحصيل هذا النعيم ودخول الجنة؟ هل تشتاق إليها؟ قد تقول نعم باللسان، اشتاق إلى الجنة. لو كنت مشتاقا حقا لتحول ذلك فيك إلى نوع نزوع بعمل. مشتاق يجتهد في الوصول إلى ما إليه يشتاق، وكذلك من يخاف من النار. أنت تعلم الكثير مما أعد الله لأصحاب الجحيم من العذاب المقيم، نسأل الله السلامة والعافية. هل تخاف؟ هل تفزع؟ هل تتوقع؟ أعمالنا تقرب منها وتباعد عن الجنة إلا من رحم الله. فهل هذا عمل مشتاق إلى الجنة وعمل خائف من النار؟ نحو هذا يتكلم به كما قال الحسن البصري: لم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت. كل الناس على يقين أنهم سيموتون، ولكن من عمله عمل من سيموت. إذا قيل لك تموت غدا، هل تبقى على حالك؟ أنت مؤمل، ستعيش دهرا والموت يأتي بغتة. فلو أن الإنسان كان على يقين من أنه سيموت لأدى ذلك إلى عمل. لم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت. حتى إنه كان يقول: إذا رأيت الرجل يضحك عند المقابر أو بين المقابر فاعلم أنه ميت القلب. تضحك عند المقابر يعني تذهب إلى المقابر ثم تضحك. على أي شيء تضحك؟ على أنك ستدس في مثل هذا القبر في الوحشة والظلمة، ويفارقك الأهل والولد والأحبة ويسلمونك إلى التراب والدود والظلمة، وما يأتيك من السؤال والاختبار والمحنة، ولا ينفعك أحد وإن بات عندك وإن لازمك في قبرك لن ينفعك. وتضحك. قال: إذا رأيت الرجل يضحك بين المقابر فاعلم أنه ميت القلب لا قلب له.